دكتور بديع مع الاستاذ ضياء رشوان في قناه الفراعين سنه 2009، وساعتها محمود عزت شرح عن عبقريه بناء على طلبهم عشان يردوا على الدكتور القرضاوي في الكتاب. ليه؟ لان الدكتور القرضاوي فاكر انت الندوه بتاعت نقابه الصحفيين؟ طبعا. وبعدين طلع بعد كده استضافوا ضياء رشوان واتكلم عن ان فكر سيد قطب ده الدكتور القرضاوي، ان فكر سيد قطب لا علاقه له بالاسلام، وان هو خارج من نطاق فكر اهل السنه والجماعه. ده اللي قاله القرضاوي في الندوه. هم قالوا مع ضياء رشوان. وقالوا مع ضياء رشوان ان هو كان تقريبا بيهاجم سيد قطب يعني. لا، هو بينتقد فكره، بيقول انه هو عندما قال ان المجتمع جاهلي واتهم المجتمع بالجاهليه وان جاهليته اشد من القرون الاولى، وتفسيره ان الحكم الا لله وامر ان لا يعبدوا الا اياه، مساله الحاكميه في تفكير حاكمها الحاجات دي الدكتور القرضاوي قال ما ينفعش الكلام ده مش فقه اهل السنه والجماعه خالص، ده خارج من نطاقه. الاخوان زعلوا جدا وطلبوا من ضياء رشوان، اظن كان حد توسط لهم عند ضياء رشوان ان هو يطلع انا فاكر حضرتك قلت الكلام ده. ده صحيح. وكتبوا في موقع اخوان اونلاين، يعني الدكتور محمود غزلان قبليها كتب هاجم الدكتور القرضاوي هجوم شديد جدا في موقع اخوان اونلاين، ما معناه ان انت مش فاهم سيد قطب بيقول ايه. لما طلع الدكتور مرسي والدكتور محمود عزت مع ضياء رشوان، فالدكتور محمود عزت اتكلم عن انه يعني هذا الرجل سيد قطب لا ينبغي ان يقرأ له الواحد منا الكتاب مجرد قراءة عادية، لكن لازم يكون عنده فقه في اللغة وعارف في اللغة جدا عشان يفهم الكلام اللي مكتوب، لانه سيد قطب بيستخدم تعبيرات لا يعرفها الا فئة محددة. يعني تلميذ برضه العقاد، كان كده في كتاباته. وكأن الدكتور القرضاوي ما عندوش فقه اللغة عشان يفهم. وراح الدكتور محمد مرسي قايل كلمة، قال إذا كان من حظ الدكتور محمود عزت إن هو عاصر سيد قطب وتعلم على إيديه وخد منه، ده حظه، لكن أنا مش كده، أنا ما تلقيتش منه، أنا قرأت له بعد ما مات سيد قطب، لكن أشهد بأن الأفكار التي وضعها وصاغها هذا الرجل هي الإسلام بعينه، وكأن الإسلام تجسد في سيد قطب. ده كلام الدكتور محمد مرسي. طب إيه الأفكار اللي وضعها سيد قطب في كتابه؟ نقول بقى الأفكار اللي هي كأنها هي الإسلام بعينه. كأنها هي الإسلام بعينه. لاحظ في حاجتين مهمين، وإحنا بنتكلم عن حسن البنا قبل سيد قطب وبنقول إن في فرق بينهم، ومع ذلك حسن البنا في لمحات تكفيرية وليس لديه مشروعا تكفيريا. فارق في لمحات تكفيرية موجودة عنده في الرموز الأساسية من استخدام السلاح في آخر حاجة موجودة عنده. يعني ده غير استخدام السلاح، يعني موجودة في الرموز الأساسية لحسن البنا، بس آخر حاجة بس موجودة. مش موجودة. موجودة، وهو بيقول فيها إن إحنا سنستخدم القوة كآخر شيء ممكن أن نقوم به بعد أن نقوم بإنذار وإعذار المجتمع بأننا سنستخدم القوة. دي آخر حاجة، قال لك هنعمل كذا الأول، نعمل كذا الأول، نعمل كذا الأول، وبعدين هنستخدم عنده، يعني مش بعيد عليه. وهو في نوراش باشا لما تتعلم هو دي لأنها كانت أزمة. ولنا أن نعيد قراءة التاريخ. المقالة الشهيرة لا إخوان ولا مسلمين، ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين، وعشان كده بقول إحنا لازم نعيد قراءة التاريخ مرة أخرى عشان نشوف هل كانت هذه الأفكار التي قدمها لنا حسن البنا يعني بهذه القداسة للدرجة التي يصل فيها؟ هم بيقولوا كده، هو ده ينفع؟ طبعا ما ينفعش، لكن ده الواقع بتاعهم اللي هم عايشين فيه. تعرف الواقع ده يودينا لفين؟ لو تحدث واحد من الناس عن سيدنا عثمان بن عفان مثلا وانتقد وقال زي سيد قطب قال ذلك، قال أن سيدنا عثمان بن عفان كان في كتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام كان عنده فساد إداري، كان فاسدا إداريا، عنده فساد إداري، واتهموا بأشياء كثيرة. لكن يجي حد من الإخوان يقترب من حسن البنا يتكلم عليه، مش ممكن. يعني يتكلموا عن سيدنا عثمان ماشي، لكن يتكلموا عن حسن البنا لا طبعا. ابنه أحمد سيف الإسلام حسن البنا قال من حوالي سنة في حوار له في جريدة المصري اليوم إن حسن البنا كان إماما ملهما لم يقع في خطأ في حياته قط. يا جماعة احنا إذا أردنا أن نعطي للرجل قيمة يجب أن نرد إلى أدمياته،
نخليه آدمي من بني آدم، إنما إن إحنا نرفعه إلى مصاف الملائكة أو نجعله كاملا، ده وكأننا نشرك بالله، لأن الله وحده هو الكامل. إحنا عندنا نقص، ويجب أن يكون لدينا نقص. لما تيجي تلاقي قبل ما أدخل على سيد قطب، حسن البنا بيتكلم عن في رسالة التعليم دي من أخطر الرسائل اللي وضعها حسن البنا، وكانت موضوعة لأفراد النظام الخاص. فبيقول لهم ايه في التعليمة رقم 21 دي اللي فيها أركان البيعة واللي فيها السمع والطاعة، اللي هي أصبحت منهج بعد ذلك ينكروها معظمهم، ينكروها للأسف الشديد. لا دي موجودة في الكتب، سمع وطاعة يقول لك لا موجودة في الكتب، لا دي موجودة في الكتب بتاعتهم والتطبيقات ما هي طبقت علي أنا وطبقت على غيري من مئات وآلاف من الإخوان المسلمين. السمع والطاعة ده أمر مقدس لدى الإخوان. لا أنا هطلع لك من كتاب ده جزء كبير من نجاح التنظيم على فكرة. طبعا لأنه تنظيم، لأنه عسكري. لكن جزء كبير له وأدى الكفاءات، يعني في نفس الوقت أن يستمر التنظيم، ولكنه التنظيم ليس له تأثير فكري أو إنساني أو ديني في الناس. في نفس الوقت ده خلاهم بلا كفاءات. بلا كفاءات طبعا، لأنهم بلا تفكير. بلا تفكير، لأنه يسمع ويطيع. حتى الكفاءة اللي بتبقى ما تلحقش تطلع، بيمشي. ما هو يا إما مخه خلاص ينتهي وعقله ينتهي ويبقى أصبح زي الكتالوج ما بيقول عندهم، أو إنه يخرج ما يقدرش يستحمل، ما يقدرش يستنى. لما يجي حسن البنا في رسالة التعليم، انت ومختار نوح والهلباوي ومحمد حبيب والناس كتير، كلها تجارب مختلفة، وإن كان كل واحد ظروفه، لكن هي دي الفكرة الرئيسية. صحيح، دي الفكرة الرئيسية. ممنوع التفكير خالص اطلاقا. ده انا هجيب لك من مصطفى مشهور هو بيقول ايه على حكاية ممنوع التفكير. يعني إيه؟ نيجي الاول بس لحسن البنا وهو بيقول واجبات الاخ في التعليم رقم 21 بيقول انه على كل فرد ان يخدم الثروة الاسلامية. برضه تعبير الاسلامية ده من اوائل الناس اللي ادخل تعبير اسلامية في العمل الحركي في القرن العشرين هو حسن البنا. كانش في حاجة اسمها اسلامية. ربنا خلقنا مسلمين وسمانا مسلمين، وهو سماكم المسلمين من قبل. بيقول ربنا برضه واشهد بأننا مسلمون. مفيش حاجة اسمها، ولا قلت الكلام ده اكتر من مرة الحقيقة، مفيش حاجة اسمها اسلامية، في حاجة اسمها مسلم. الرسائل دي فين في حسن البنا؟ في يعني الكتاب ايه بتاعه؟ هو كتاب رسائل حسن البنا، في كتاب اسمه رسائل حسن البنا. والغريبة بقى شوف انت في رسائل حسن البنا الإخوان المسلمين يكتبوا أكتر من 150 كتاب في شرح رسائل حسن البنا، بما فيهم الدكتور يوسف القرضاوي، ويكتبوا عن شرح أركان البيعة، وكأن دي نصوص مقدسة ومحتاجة حد يقعد يشرحها لنا ويفهمها لنا، وتفسيرات وخواطر بقى طب انظر ماذا كتبوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، كتبوا ايه عن سيدنا محمد، كتبوا ايه في السيرة النبوية وفقه السيرة. كم كتاب كتبوه؟ الشيخ الغزالي عليه رحمة الله كتب فقه السيرة النبوية. بعض كتب من هنا ومن هنا ليست من الإخوان تتحدث عن ما تتعداش 3 كتب تتحدث عن سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، و150 كتاب أو أكثر يكتبوه في رسائل حسن البنا وفقه رسائل حسن البنا وحياة حسن البنا وتاريخ حسن البنا وربانية حسن البنا. كتاب من الكتب اسمه ربانية كده تلاقي حد من الإخوان القدامى الكبار لو استضفته هنا وهو بيتكلم عن حسن البنا أحيانا ما يستخدمش، ما يقولش حسن البنا، يقول وقال صاحب الدعوة، وقال صاحب الدعوة في رسالته كذا. صاحب الدعوة بناقش بعض إخواننا من اللي خرجوا من الكبار من الإخوان وبقول لهم ليه بتستخدموا تعبير صاحب الدعوة؟ صاحب الدعوة هو الرسول عليه الصلاة والسلام. أما حسن البنا فكان مبلغ، كان واعظ، كان خطيبا مفوها ماشي، لكنه ما كانش صاحب الدعوة. الدعوة دي هي بتاعت الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الذي يقولوا لا احنا قصدنا دعوة الإخوان المسلمين. طب هي دعوة الإخوان المسلمين تختلف عن دعوة الإسلام؟ احنا مبلغين لدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، احنا مبلغين، بلغوا عني ولو آية، هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. إنما حسن البنا كان قولوا صاحب الجمعية، قولوا صاحب الجماعة، منشئ الجماعة، البناء الأول، قولوا حاجات، إنما ما تقولوش صاحب الدعوة.
لكن هو ده بيقولوا لي دلوقتي ان كان في مقاله في قريب في حته في الحريه والعداله حسن البنا رضي الله عنه. ما هو مكتوب اهو في الكتب رضي الله عنه. هو دعاء. انت جايب لنا ايه؟ دعاء. يعني بص، لما اجي اجيب لك مثلا واحنا بنتكلم، لان انت عايزني اتكلم عن معالم في الطريق، لكن انا قلت ابدا بالكلام عن حسن البنا نفسه. هو قال ايه؟ وفي ده كتاب اسمه دعوتنا، ده من رسائل حسن البنا. الكتب دي بتدرس، الكتب دي بالذات بتدرس للاخوان لسه داخلين جداد، لسه بيتم تطويعهم وتطويع عقولهم على هذا المنهج وعلى هذا الفكر. فكتاب دعوتنا وكتاب طريق الدعوة بين الأصالة والانحراف للأستاذ مصطفى مشهور، وكتاب المجتمعات المعاصرة الله يرحمه الحاج محمد العريشي. دول بيمثلوا جزء من المنهج الثقافي للإخوان الجدد. فبيجي مثلا حسن البنا وهو بيتكلم عن، يقول نحن ندعو الناس إلى مبدأ. هو كلمة ندعو الناس إلى مبدأ، هو كان عايز يقول ندعو الناس إلى الإسلام، لكن مرضاش يصدم الرأي العام، هو ندعو الناس إلى الإسلام لأنه بيدعو مسلمين المفروض. فهو بيقول نحن ندعو الناس إلى مبدأ. ولما بيجي يشرح يقول بقى والفرق بيننا وبين قومنا بعد اتفاقنا، يعني الفرق بين الإخوان وبين غير الإخوان بعد اتفاقنا في الإيمان بهذا المبدأ، أنه عندهم إيمان مخدر نائم في نفوسهم عند قومنا كلهم، لكن لا يريدون أن ينزلوا على حكمه ولا أن يعملوا بمقتضاه، على حين أنه إيمان ملتهب مشتعل قوي يقظ في نفوس الإخوان المسلمين. بس إنما عندكم أنتم مفيش حاجة. الإيمان بالإسلام ده إيمان نايم، لكن إحنا بس اللي عندنا الإيمان اللي يقظ في نفوس الإخوان المسلمين. فدي يجي مرة تانية يقول اسمع يا أخي، دعوتنا دعوة أجمع ما توصف به أنها إسلامية، مش دعوة مسلمين، دعوة إسلامية. من هنا خلقت طبقة جديدة خلقها الإخوان اسمها طبقة الإسلاميين. طبقة الإسلاميين وكأنها طبقة وسيطة ما بين الناس والله. الطبقة دي هي اللي نتلقى منها العلم، يعني نعرف منها ربنا بيقول ايه، ربنا هيرحم مين مننا ومش هيرحم مين للأسف. انما هي دي الطبقة الدليل الى الجنة. الطبقة دي اللي لو جينا ننتقد حد منهم يقولوا لنا لحم العلماء مسموم، ما تقربش من العالم. طب يا جماعة لحم العلماء مسموم، يعني ما معنى هذا؟ هل هذا حديث يجري بين الناس في عقولهم، في عقول أفراد هذه الحركة على عمومها، وكأن ده حديث وكأن ده دين، مع ان ده كلام لواحد عالم كان اسمه الحافظ ابن عساكر، وكان مختلف مع بعض ناس فانتقدوه، فرد عليهم وقال لهم انتقدوا أستاذه، فقال لهم ما تنتقدوش أستاذي لأن لحم العلماء مسموم. فاعتبروها كأنها قول سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام. ويجوا برضو، ما هو دلوقتي لما حد هيجي يسمع البرنامج ده والكلام ده يقول انت مين انت عشان تتكلم عن حسن البنا ولا تتكلم عن سيد قطب؟ انت ايه قيمتك انت عشان تتكلم؟ يا اخي اسكت بقى. لماذا هذا اللدد في الخصومة وانت بتنحرف كده وفي انحراف في فكرك وفي واتهامات بقى هتلقى على اشد ما يكون. وفي ناس، في مرة واحد من الإخوان الكبار من فترة صغيرة وبيقول لي أنا قريت الكتاب ولقيتك بتراجع بعض أشياء من حسن البنا، والكلام ده ما يصحش. أنت بتدخل على أحد الأقانيم المقدسة عند الجماعة وبتهزها، ثم إن أنت مش من المرتبة الفكرية لحسن البنا علشان ترد أو تناقشه، أو مش من المرتبة الفكرية والذهنية لسيد قطب عشان ترد على كلامه وتنتقده.